ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. وصفة النهاردة انا عاملة حاجة كده جديدة في اللحمة. يعني سميناها او بيقولوا عليها قلاية اللحم في بعض الدول. طعمها حلو قوي وتجديد للحمة اللي احنا بناكلها، هي مسلوقة يا محمرة يا مشوية. فهتكون وصفة جديدة وطعمها حلو خالص. هنا انا جبت طبق، حطيت فيه معلقتين من الملح، وحطيت معلقة من بودرة البصل، وبعدين معلقة من بودرة الثوم، وهنزل عليهم بمعلقة من الفلفل الأسود، وهحط برضو معلقة من الكركم. هنحط التوابل بتاعتنا بنفس المعلقة، تمام. وهحط برضو معلقة من بهارات اللحمة، وطبعا البابريكا لازم تبقى موجودة معانا في الوصفة عشان تدي لون للحمة، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة. هحط عليهم 3 ل4 معالق زيت، وهقلبهم كويس مع بعض كده عشان افك لو في اي قطع صغيرة من بودرة الثوم والبصل، لان دايما بيبقوا متجمعين كده مع بعض. وهكون جايبة اللحمة بتاعتي، ده حوالي كيلو الا ربع. قطعته قطع زي ما انتوا شايفينها كده، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، قطع وسط. هقلب بقى اللحمة مع الخلطة اللي احنا عملناها دي، هقلبها كويس قوي علشان الخلطة تمتزج كده مع اللحمة. وهغطي اللحمة لمدة يعني أقل حاجة ساعتين. وهيكون أحلى لو احنا سبناها ليلة في التلاجة. هجيب حلة على النار وهسخنها كويس جدا، لاني انا مش هستعمل اي مادة دهنية، انا هكتفي بالمادة الدهنية اللي موجودة عندي في اللحمة. وهنزل على في الحلة، هنزل في الحلة باللحمة، تمام. وهبتدي اقلب كده تقليبة سريعة، واروح من حين لاخر اقلب قطع اللحمة على الجوانب اللي هي ما اتحمرتش. بصوا لون اللحمة بعد ما اتحمرت، علشان احبس السوائل بتاعتها، وعلشان يبقى طعمها حلو وتكون جوسي. الخطوة دي لازم اعملها. هسيب اللحمة كده، هغطيها وابص عليها كل شوية لغاية لما الاقيها خلاص هي نزلت المية بتاعتها وابتدت تتشرب. في الوقت ده هكون انا بغلي مية، او هخلي دايما الكتل بتاعي يكون فيه مية مغلية، علشان هنزل كل شوية على اللحمة لغاية لما الاقي اللحمة استوت خالص. من حين لاخر كده هبص على اللحمة واديها تقليبة، وهجيب بقى دبس الرمان كده لما تكون قعدت حوالي نص ساعة. هنزل بمعلقتين من دبس الرمان، وطبعا اقلب بقى تقليبة سريعة، وهقفل على اللحمة كده واسيبها على نار هادية لمدة ساعة ونص. ومن حين لاخر هبص عليها اذا كانت استوت ولا لا. هنا بقى انا قطعت البصل القوارمة الصغير، وقطعت جزر، تمام، علشان يدوا طعم للحمة. هنزل عليهم كده بقى، هنزل على اللحمة اسفة بالبصل والجزر، وهدي كده تقليبة سريعة. وزي ما احنا على نار هادية هنسيبها حوالي مثلا نص ساعة كمان يستوي بقى البصل معايا والجزر. بصوا بقى، وما نسيبهاش بقى اللي هي تخليها، لا انا بخلي فيها صوص كده علشان بصوا اللحمة صدقوني طعمها كان حلو خالص. فانا بسيب الصوص فيها كده، مش بخليها تستوي قوي عشان لو هنغمس او بصوا الصوص تقيل، مش زي الشوربة.
فده حلو قوي بقى لو بالعيش او مع الرز، بيبقى طعمه هايل بجد، وطعم جديد كده مش تقليدي بقى لحمة في خضار، لا لحمة مسلوقة وحمرناها، لا حاجة كده ايه جديدة. اللحمة مستوية، وكل ما تكون بقى قطعة اللحمة انت منقياها صح بيبقى طعمها حلو قوي. بصوا تحسوا ان هي متحمرة من بره كده ولونها محمر من جوه. هنا بقى في التقديم انا عملت عيش الزيتون والزعتر، هبقى انزل الوصفة بتاعته في صندوق الوصف، وممكن تتقدم مع الرز الابيض المبهر، يعني الرز بيكون محطوط له مكعبات المرقة. بصوا اللحمة دايبة خالص، ومع الرز والصوص صدقوني طعمها حاجة بقى ايه، نبعد شوية عن الكباب الحلة والحاجات التقليدية اللي احنا بنعملها. ومع العيش بقى ما اقولكمش بقى الطعم بيكون خطير. طبعا العيش ده بيبقى حلو قوي لان بيبقى العيش مليان كده شوية، فهيكون طعمه احلى من البلدي. وقدميه بالطريقة اللي انت تحبيها. بجد وصفة جميلة، جربوها، والبهارات دي مخلية طعم يجنن للحمة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في قناة اليوتيوب. كان معاكم لولا عامر.